السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير بصحه وسعاده. فيديو جديد، وجبنا شويه حاجات كده من السوق عشان خاطر نفرزها. ندعي كده رمضان ان شاء الله باذن الله يجي لنا لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، ويعدي علينا الايام بخير، ويرفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. ويرزقنا الصحه والعافيه باذن الله. النهارده احنا جبنا شويه حاجات صغيرين. ما تشقش على نفسك وما تجيبيش وما تكلفيش نفسك كتير وتحطي في الفريزر. جيبي على قد احتياجاتك، على قد ما انت ايه هتستخدمي. احنا بس بنعمل شويه حاجات بسيطه كده عشان رمضان، طبعا تفرغي للعباده شويه. الحاجه تبقى سهله عليكي، سهله وبسيطه، ما تقفيش كتير في المطبخ. الحاجه تبقى عندك متفرزه، تبقي مرتبه افكارك، مرتبه حاجاتك، هتحطي ده على ده. هي بس يا دوبك بس البصل نقليها، نسلق لحمه، نسلق فراخ، نتبل حاجات، وبعدين الاكل يخلص معاكي في ساعتين زمن بالكتير. هترتاحي ويبقى اليوم سهل وبسيط عليكي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جبنا كده طماطم كده مع بعضينا. نصلصها طبعا، دي بتسهل عليكي حاجات كتير جدا جدا. انا رحت السوق جبت، بصراحه انا جبت حاجات بسيطه كده اهوت. لقيت كابوتشا كده الواحده ب5 جنيه، جبت كده حطيتها في التلاجة. السلطه جنب جبنه، طبعا دي مش بتتشال، دي اكل كده يومي كده في التلاجة. خلاص جبت 3 وحدات اهم. وجبت بسم الله ما شاء الله تاني اللي هو اكبر السبانخ. سبانخ جميله جدا جدا دلوقتي في الشتاء، حلوه قوي. وده الموسم بتاعها طبعا، حلو قوي. في الخضار في شهر طوبة بيبقى جميل جدا. جبت سبانخ، نحبها جدا، حلوه وموجوده في الفريزر، بتبقى سهله عليكي. فيها حديد حلو قوي قوي قوي. كميه كبيره من الحديد، حلوه، كلها للولاد، جميله، نسبه الحديد فيها عاليه جدا. وجبت خيار طبعا كده برضو، السلطه كده تحط في التلاجة، ومع شويه فلفل كده رومي على حراق، برضو كده تحط في التلاجة. بسم الله ما شاء الله يعني. آه، حطوا لايك للفيديو، واشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس، ودوسي على كلمه الكل عشان يجيلك اي فيديو انا بعمله. ويا ريت تشجعوني بلايك عشان الفيديو يترفع ويشوفوا اكبر عدد الناس تستفاد باي افكار تبقى موجوده في الفيديو. يا رب بس الفيديو يعجبكم باذن الله. طماطم انا جبت حوالي 7 كيلو طماطم. وجبت جزر، وجبت بسله. اللهم صل على النبي. الجزر جميل كده وحلو جدا دلوقتي، برضو الموسم بتاعه. تجيبي الجزرايه اللي مفيش من في الاخر بتاعها كده الحته الحمراء دي، عشان يبقى مسكر، تجيبي كله لون واحد. بيبقى طعمه جميل جدا. ما تجيبش الحته اللي في الاخر كده عند العنق بتاعها، ما يبقاش لونه غامق كده. وجبت بطاطس كده للتحمير، جميله قوي. وبسم الله ما شاء الله جبت قلقاس. جبت حوالي 4 كيلو قلقاس، هما 2 بس. تجيبي الواحدة كده مدورة كده، ما تكونش طويلة، تكون مدورة كده ومفيهاش أي حفر كده ولا حاجة. بصوا، جبت عشان خاطر كل واحدة تاخد السوا بتاعها مظبوط. ما تجيبيش كذا واحدة، هاتي يا إما واحدة على بعضها، يا إما 2 بالكتير قوي، يكونوا وزنهم كبير عشان إيه تعملي إيه كمية. خلاص بصوا مدورة إزاي وجميلة ما شاء الله، الله أكبر. معايا برضو البسلة. بسله حلوه قوي وما شاء الله. العود مليان كده وطريه ومسكره جدا. انا ساعات والله وانا بشتريها بدوقها، حلوه حلوه ما شاء الله. برضو طبعا احنا عارفين ان ده وقت التخزين بتاعها. حلوه ومش ناشفه، والعود طري كده ومن جوه خضره ومليانه، جميله جدا. بألف هنا وشفا يا حبايبي. خلاص اهو بصوا، من جوه مليانه وخضره وزي العسل. الحبايه بتاعتها مش ناشفه كده، لا طريه كده وجميله قوي. وده السلق عشان خاطر القلقاس. انا بجيب كميه، لان طبعا كل الكميه ديت بتبص تلاقيها في الاخر بقت قليله جدا، لانه طبعا ايه بينزل ميه كتير جدا، وبعدين في الاخر بتتبخر، فبيبقى ايه شويه شويه صغيرين. فلازم تجيبي كميه محترمه عشان خاطر بعد وانت بتحمريه ده بيقل كله، بينزل كل ده. ودي برده الكزبره، بحب احط كزبره خضراء مع السلق، بيدي ريحه جميله جدا جدا، ومع الثوم. وهوريكم طبعا ايه هتتعمل ازاي. تمام. نبدأ بقى مع بعض كده ننضف الخضار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص بس هشيل بقى اللي اتشال في التلاجة، والحاجات اللي هتتفرز هبدأ ايه نغسل بقى وننضف وننقع ونشوفها ايه، هنظبط ايه الدنيا كده مع بعضين. حط كده الحاجات فوق بعضها كده في الفريزر، سهل جدا وبسيط. في نص ساعة تحطي ده على ده مع شوية الطماطم، هتبقى اخر عظمة، تخلصي اكلك في ساعة زمن.
كده انا رحت بقى على الحوض قعدت القوطه. الطماطم بتاعتنا طبعا جايباها سليمه ومفيهاش اي حاجه طريه ولا حاجه، حلوه عشان تديكي في الاخر نتيجه حلوه وطعم حلو جدا للصلصه. لو قعدت معاكي شهر او اتنين ما فيهاش اي حاجه. انا قعدتها كويس جدا وغسلتها، شلت العنقود الاخضر منها وصفيتها في الصفايه كده زي ما انتم شايفين، وفي حله فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه قطعتها وحطيتها على البوتاجاز، ولا ميه ولا اي حاجه. السبانخ برضو ايه هنضفها بقى كده، مش هقطعها الاول، هغسلها وهي سليمه خلاص. هنقعها في ميه. هنا انا غليت ميه في الحله ورحت حاطه معلقه سكر وغليت البسله غلوه واحده بس مع معلقه سكر. السكر ده بيديها ايه لون اخضر، ودي ايه ماده حافظه. وهطلعها في المصفى تحت الحنفيه الميه البارده على طول واشطفها وهسيبها ايه تنشف خالص، لان الخضار لازم تنشفيه كويس جدا. برضو بعد البسله بقى في نفس الميه بعد البسله مش قبل البسله، عشان الجزر بيصفر الميه شويه. قشرت هنا الجزر وقطعه مكعبات. المكعبات الجزر لازم تقطعيها محمله شويه. هنا انا بصفي الميه من الطماطم عشان تبقى تقيله وحمراء، ما بحبش احط الميه بتاعتها، كل ما تطلع ميه بصفيها وبرميها. تمام. الجزر برضو هنا هو شوفي التقطيعه بتاعته محمله يعني مليانه شويه، عشان لما تتفرز التلج ما يقللش من الحجم بتاع الجزر. تيجي تطبخي كده تلاقي الحته ماسكه نفسها ومصحصحه كده وحلوه. كل ميه زياده اللي هتطلع من الطماطم في الحله التانية كده، انا فضيت الحلتين على بعض، لما بتقل بفضيهم على بعض عشان ايه ياخدوا سوا واحد. وطبعا ايه بشيل الميه زياده. هنا انا كنت نقعت السبانخ كويس قوي وشطفتها مره واتنين بصراحه عشان خاطر الرمل اللي فيها او التراب. هنا اهو الجزر بعد ما شلت البسله والميه غليت تاني هحط الجزر، وبرده احط شويه سكر. السكر بيكون ماده حافظه للجزر. واخده لازم يغلي، لازم ياخد معاكي غلوه. تمام. هسيبه برده يغلي كده شويه، وبرده تحت الميه البارده اديله صدمه عشان ايه يوقف عمليه التسويه. حطي لايك بقى، لازم لغايه لو وصلتي لحد الحته دي وما حطيتيش لايك هزعل. حطي لايك عشان تشجعيني واعمل فيديوهات اكتر. خلاص كده طلعت البسله وطلعت الجزر على الفوطه، نشفتهم كويس جدا جدا جدا. لازم تنشفيهم كويس عشان عمليه التفريز تبقى عمليه صح. اهو بصوا ما فيهاش ميه خالص، ناشفه ما شاء الله. نفس الجزر والبسله نفس القصه. هبدا بقى اجيب الاكياس. عندك علب حطي، عندك اكياس، بس الاكياس ما بتاخدش مكان بصراحه في الفريزر. تحطي الحاجه فوق بعضيها كده، وهوريكي ايه تحطي الحاجه في الكيس ازاي بطريقه جميله جدا، ما تخليش ياخد معاكي مكان ولا زحمه ولا تبقي واقفه مثلا مش عارفه تحطي حاجتك فين. لكن في طريقه كده اللي فيها بطريقه معينه وتطلعي منها الهواء، فما تاخدش معاكي مكان خالص 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 في الفريزر. هوريكي ازاي. هعبي البسله الاول، وبعد كده هحط عليها الجزر على الوش كده ونربطها وتتشال شكل جميل. بصوا جمال الحاجه ولونها عشان متفرزه صح، عشان معموله واخده الميه والغليان بطريقه صح ومتقطعه بطريقه صح، فشكلها جميل مش مهريه مش طريه. بصوا عامله ازاي. هتبقى البسله وحط شويه الجزر عليها زي ما انت عايزه. بتحبي الجزر كتير بتحبي الجزر قليل زي ما انت بتحبي، حطي الكميه اللي انت عايزاها. هنا خلاص انا عملت الاكياسه اهي. همسكها بقى افضي منها الهواء، لازم تفضي منها الهواء عشان يحافظ البسله تحافظ على لونها الاخضر. وفي نفس الوقت هنبطط الكيس كده بايدينا بحيث انه ما ياخدش مكان في الفريزر. تحطي بقى يجي 10 اكياس فوق بعض مش هياخدوا مكان خالص خالص خالص. بصي انا لفيته وهرجع افكه تاني. بصي واروح مبططه. بصي مفيش هوا ازاي، بصي البسله ماسكه ببعضها ازاي، مفيش هوا في الكيس خالص. لازم تبططيها كده وتطلعي منها الهوا. بصي حطي بقى 10 اكياس فوق بعض كده مش هياخد مكان معاكي خالص. بسم الله ما شاء الله. لايك يا جماعه لو سمحتوا، لايك لو سمحتوا، حطوا لايك للفيديو. لو عجبك طبعا الفيديو حطي لي لايك للفيديو علشان يطلع الفيديو ويكبر بيكم باذن الله. بصي ادي كمان معايا هنا اهوت. لقيت بصراحه البنجر حلو قوي، رحت جايبه كيلو كده. انا ما بقطعهوش، غسلته كويس جدا ونشفته كويس قوي 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 وحطيته في كيس. ما تقطعهوش وتشيليه متقطعش، ممكن كده الكيس يتقطع ولا حاجه هيبهدل لك الدنيا في الفريزر. لكن شيليها سليمه كده وقت ما انت عايزه، محتاجه حته صغيره للسلطه او اي حاجه طلعي منها حته وتشيلي الباقي تاني في الفريزر. انا كده طبعا غسلت السبانخ كويس جدا ونشفتها من الميه. العنقود الاحمر ده يا جماعه ما ترموهوش، ده بيدي طعم جميل جدا ومسكر جدا للسبانخ. قطعيها بقى كده، ما تقطعهاش رفيع قوي، قطعيها سمك معقول يعني، لا رفيع قوي ولا تخينه قوي.
اهو هقطع كل الكميه كده مع بعض. بصي ما فيهاش ميه ازاي، وناشفه وجميله. ولازم طبعا تقطعيها بعد ما تغسليها، ما تقطعهاش الاول. وديت كده ربطه كزبره خضراء برضو غسلتها كويس جدا وقطعتها عليها. في حله فاضيه بقى هنحط شويه ميه صغيرين، حوالي نص كوبايه ميه. تمام، نص كوبايه ميه. وهنزل كده بالسبانخ بعد ما قطعتها، السبانخ والكزبره مع بعض بدون اي اضافات تانية. هي اللهم صل على النبي، الميه وبس، ومعلقه سكر برضو عشان ايه، تحافظ على لونها الاخضر. هبدا طبعا شوفي السبانخ هي دي كلها ميه، هسيبها لحد ما تهبط خالص، مش هاخدها سوا كامل، مجرد بس ما هي تنزل ميتها وهي غلوه واحده بس، وهطفي عليها، ما تزوديش عليها النار عشان دايما برضو تحتفظ باللون، ما تغمقش معاكي، تبقى خضره كده لحد اخر الكيس. تمام. انا فضيتها هنا اهوت في طبق وبردتها خالص، وهبدا ان انا اعبيها في الاكياس برضو، ونفس القصه اطلع منها الهواء وابطط الكيس كده واشيله. مش هياخد منك مكان، وهيبقى فوق بعضيه كده، وشكلها ايه، معروف ان ديت سبانخ. عايزه تحطي بقى تيكت عليه وتكتبي عليه سبانخ، مفيش مشكله خالص، بس انا كمان عارفه شكل الكيس ايه، فهحطه فوق بعضيه. هنا بقى هفرش مفرش كده، اروح جايبه القلقاس. طبعا غسلت القلقاس ونشفته كويس جدا، يعني غسلته وسبته يجي ساعتين كده نشف. ليه بقى؟ عشان انا مش بغسله بعد التقطيع، هقشره. بصي بقى جميل ازاي، ولا بيلزق في السكينه ولا حاجه خالص. قشريه كويس جدا وبفوطه كده نشفيها، وكل ما تقطعيه تنشفي الفوطه، تمسحي السكينه، اسفه، تمسحي السكينه وتمسحي القلقاس وتقطعي، تمسحي الماده اللي فيه في السكينه وتقطعي وتنشفي بس بالفوطه. ما تجيبيش عليه ولا نقطه ميه، يقعد معاكي ابيض زي القشطه لمده سنه كامله. خلاص. وفي حاجه كمان هنحطه عليه بيحافظ برضو ايه على القلقاس، نص ليمونه او ليمونه كامله. انا فردته على الفوطه اهو من غير غسيل ولا اي حاجه خالص، عصرت عليه ليمونه وحطيت عليه منديل كده، منديل مطبخ يطلع اي زياده فيه، هذا المنديل هيمصها. دي اول واحده، وادي الثانيه اهي برضو هعملها دي لوحدها ودي لوحدها، عشان كل كيس ياخد سوا واحد، ياخد السوا كله زي بعضه. برضو نفس القصه، انشف السكينه كويس واقطع واعصر الليمون واسيبه ايه على الفوطه، وعليه المنديل الكلينكس يشرب اي حاجه زياده فيه، وبعد كده هكيسه. القلقاس بقى لازم تكبسيه كويس في الكيس، عشان لما يتحط في الفريزر وتيجي تشدي حاجه تطلعي حاجه ما يتكسرش منك، لازم كله يبقى متكبس في قلب بعضه. لكن انت لو حطيتيه في الكيس وفردتيه كده هيتكسر منك، فلازم يكون كل في الكيس مربوط عليه كويس جدا. تمام، مش زي البسله ومش زي السبانخ، لا لازم كل الكيس كده يبقى متكون فوق بعضه، لان طبعا ده متعرض ان انت تجيبي حاجه من الفريزر، حاجه تقع عليه، تشدي حاجه تقع عليه فيتكسر. فلازم انت تكوني مكبسه كويس في الكيس، وتعملي طبعا على قد الطبخه بتاعتك، وعلى على عدد افراد الاسره، وعلى عدد اللي بيحب القلقاس عندك. تعملي حاجه صغيره كده جنب الاكل. طبعا مش يعني على قد الطبخ، قصدي اقول لك يعني ان انا عايزه اوصل لك ان انت تعملي الكيس على قد طبختك، على قد افراد اسرتك واللي بيحبوا. بصوا انا لازم افضي الهواء منه واكبس الكيس كده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس خلاص كده. جيت بقى هنا للطماطم، سبتها بردت تماما وعلى الخلاط بقى، ورحت ضرباها. يا جماعه هنا انا بصراحه انا ما بحبش اعملها بالهاند بلندر، انا لازم اصفيها بالمصفى. بتطلع البذر اللي فيها، بتطلع القشر اللي فيها. بصوا ده القشر اللي فيها وده البذر في المصفى. صفيها بالمصفى كده، لكن الهاند بلندر بيطلعها تقيله قوي، فيها بذر وفيها قشر. لكن بصي هنا بقى جميله جدا وناعمه وحلوه قوي قوي قوي. حطيتهم كده في الطبق، وهفضل لازم تاني بعد الخلاط لازم ترجعيها في الحله تاني وتاخديها غلوتين. تمام. انا هفضي كده الطماطم بعد ما عصرتها بالمصفى. بصوا بسم الله ما شاء الله، تفضيها تحطي عليها بقى معلقه سكر، معلقه ملح، يعني معلقتين زيت بس. وبعدين هاخدها غلوه على البوتاجاز، غلوتين كده وتبرد، واعبيها في الاكياس. لازم يا جماعه بعد الخلاط لازم ترجع للنار تاني تاخد غلوه. خلاص انا فضيت اهو الطماطم بعد ما صفيتها بالمصفى. احط لها بقى معلقه سكر ماده حافظه، معلقه ملح، شويه زيت صغيرين، يعني هي معلقتين بالظبط زيت او اقل كمان، بس مش اكتر من كده. تقعد معاكي بقى ولا ريحتها تتغير ولا طعمها يتغير ولا حاجه خالص، بالشكل ده. تمام. على البوتاجاز بقى تاخد غلوه واحده وتبرد، نعبيها مع بعض في الاكياس. بسم الله ما شاء الله. بصي لازم تاخد غلوه كده على البوتاجاز، غلوتين كده،
بس لازم تغطيها طبعا عشان ما تبوظلكيش الدنيا، لانها تنطر بقى لما بتغلي، بتنطر كده تطرطش على اي حاجه، فغطيها. جبت بقى هنا شفشق بلاستيك كده او اي علبه او اي حاجه عندك، وتحطي الكيس وتفضي بقى كده بالراحه خالص عشان ما تبهدليش الدنيا وتبهدلي الكيس من بره. حطي الكيس كده من جوه الشفشق، وتروحي بقى صبه ايه بالكبشه، تصبي بشفشق زي ده كده. انا فضيته كده في الصلصه كده في شفشق، بحيث ان انت تفضي على مقاس برضو الايه حجم الكميه اللي انت عايزاها، وتروحي حاطه في الكيس وتروحي ربطاه وشايلاه. واهم حاجه طبعا هنطلع الهواء منه. كرري بقى الحكايه كده لحد ما تخلصي المقدار اللي عندك. بصي الكيس نضيف من بره ولا متلحوس ولا في قطه نزلت عليه من بره ولا حاجه. بصي شكله جميل جدا وحلو ونضيف. خلاص اهو، بالهنا والشفا يا جماعه، وكل سنه وانتم دايما طيبين، وربنا يبعد عننا الامراض، ويبعد عننا ويرفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين، بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. اهو هخلص كل الكميه بتاعتي. بصي نزلي كده اي حاجه كده بالاسباتيولا دي، ما شاء الله اختراع جميل جدا الاسباتيولا، بتنزل اي حاجه كده من المكان، بتنظف الحاجه ومبقاش فيها اي اضافه. خلاص اهو، عبي كده الاكياس، عايزه تعبيها على 4 اكياس 5 اكياس على قد الطبخه زي ما انت عايزه، عشان برضو ما تاخدش معاكي ايه مكان في الفريزر. خلي دايما الكيس صغير كده على قد الطبخه. بصي طلعي الهوا كده واربطي الكيس، لازم تطلعي الهوا وتربطي الكيس كويس اهو. بسم الله ما شاء الله، على قد طبختك. والقوطه طبعا تقيله وحمرة جدا، فيعني مقدار قليل اللي هتاخديه منك هيخلي لك الخضار جميل احمر وزي الورد، جميل قوي. لان طبعا القوطه ايه متسبكه كويس ومتصفيه فتقيله. خلاص حطوا لايك يا جماعه للفيديو، واشتركوا في القناه لغايه ما اشتركتوا لو ما اشتركتوش في القناه، وفعلوا زر الجرس، ويا ريت اشتراك ويا ريت لايك للفيديو تشجيعا منكم بس ليا. ويا رب الفيديو يعجبكم يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. ادي خلصت كل كميه الطماطم اهي عندي تمام. شيلي بقى في التلاجة في الفريزر بتاعك، طلعي الحاجه في نص ساعه تكوني مخلصه اكلك، يا دوبك البصله تحمريها، تحطي الخضار على بعضه. خلاص في نص ساعه تكوني عامله اي نوع خضار عندك انت مفرزاه، هترتاحي. مش هياخد منك مجهود، مش هتقفي كتير في المطبخ. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، تستفيدوا باي حاجه من الفيديو. ما تشقيش على نفسك، ما تكلفيش نفسك، على قد ايديكي على قد احتياجاتك. ويا رب ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.